السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. النهارده من مطبخ لولي هنعمل لكم طريقة عمل الشعرية باللبن. هي طريقة جميلة ومغذية وخفيفة وسهلة وسريعة ومغذية للأطفال. نبدأ بقى بالمقادير. معانا معلقتين سمنة، هنسيحهم في الحلة. وبعدين هننزل بالشعرية بتاعتنا. معانا مع كوباية شعرية. هنبدأ بقى نحمرها لحد ما يبقى لونها ذهبي، ونستمر في التقليب. عايزين لونها ذهبي وجميل. ارجع لكم تاني بعد ما تتحمر الشعرية ويبقى لونها ذهبي وجميل. بقى لونها ذهبي وجميل. هننزل بمقدار السكر حسب. دلوقتي الشعرية بقى لونها ذهبي وجميل، ونزلنا بمقدار السكر حسب الرغبة. وبعدين هننزل بقى بالمية المغلية عشان البخار. ونسيب الشعرية بقى لحد ما تستوي، تبدأ في السوا، ونرجع لكم تاني بعد ما الشعرية تستوي نكمل. ورجعنا بعد ما الشعرية بدأت في السوا وبقت جميلة. هنزود بقى ورقة فانيليا ومعلقتين كريم شانتيه بودرة، ونقلبهم كويس، ونضيف اللبن. ونقلبها كويس قوي. ونسيب بقى الشعرية تاخد غلوة مع اللبن والمكونات بتاعتها. وبعدين نجهزها في الاطباق بعد ما تغلي تاخد غلوة مع اللبن. ورجعنا لكم كده الشعرية خلاص استوت، وهنبدأ بقى نقدمها في الاطباق. كده بقى هنحضر الشعرية في طبق التقديم. وهي وصفة جميلة مخدتش وقت معانا ومفيدة للأطفال، وتنفع وجبة فطار أو وجبة عشاء. وما تنسوش تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من قناة لولي للأكلات السهلة والسريعة على قد الإيد. وكده الشعرية بعد ما خلصت، الشعرية باللبن بعد ما خلصت،